خليني اقول لك حاجه غريبه. احنا عايشين طول الوقت جوه نظام، بس عمرنا ما فكرنا هو شغال ازاي. تشتغل تاخد فلوس وتشتري والدنيا ماشيه، بس فجاه الاسعار تعلى. مش مره ولا اتنين، لا، كأن في حاجه بتحصل واحنا مش شايفينها. فتبدأ تدور على السبب. مره تقول الحكومه، لا التجار، ومره تانية تقول ده الدولار. بس الحقيقه ابعد من كده بكتير. الحقيقه ان في ناس فهمت اللعبه دي من زمان وحاولت تكتب قوانينها. تخيل أول مرة إنسان احتاج حاجة وهي مش عنده. كان الحل بسيط: خد اللي عندي وهات اللي عندك. نظام بسيط جدا لكن مش عملي، لأن ممكن تكون محتاج حاجة واللي عنده الحاجة دي مش محتاجك. وهنا كانت أول عقدة في التاريخ الاقتصادي، ومن العقدة دي طلع اختراع غير كل حاجة: الفلوس. وبعد سنين طويلة ظهر آدم سميث، وفي سنة 1776 نشر كتاب ثروة الأمم. قال كل واحد يدور على مصلحته والسوق ينظم نفسه بنفسه، وسماها اليد الخفية. الفكرة ان التاجر عايز يبيع بأعلى سعر، والمشتري كمان عايز يشتري بأقل سعر، فالنتيجة توازن في السعر. طب ما ده كلام كويس، ايه بقى المشكلة؟ المشكلة ان اليد الخفية مش شغالة في حاجات كتير. لما بيكون في احتكار وشركة واحدة مسيطرة، السوق ما بيصلحش نفسه. وآدم سميث نفسه حذر من الاحتكار ومن تواطؤ أصحاب الأعمال، وقال: نادرا ما يجتمع أشخاص من نفس المهنة حتى للترفيه والمتعة دون أن ينتهي الحديث بمؤامرة ضد الجمهور. وبعدها بشوية يجي كارل ماركس، الراجل اللي قلب الدنيا وقال الرأسمالية دي مش نظام سوء فهم، الرأسمالية دي نظام مبني على حاجة اسمها فائض القيمة. والمقصود بفائض القيمة هنا هي القيمة الجديدة اللي بتنشأ من شغل العامل من غير العامل ما ياخد ثمنها. وماركس ادى مثال لعامل بيشتغل في مصنع أحذية، بيعمل في الساعة أحذية ب40 دولار. صاحب المصنع بيديله 10 دولار، وال30 دولار بيروحوا لصاحب المصنع، وال30 دولار دول هم فائض القيمة. طب ليه العامل ما بياخدش قيمة شغله كاملة؟ لأن العامل ما عندوش مكونات الإنتاج وما عندوش الماكينة اللي تصنع الأحذية، بس الرأس مالي عنده الماكينة وعنده الفلوس، فهو اللي بياخد نصيب الأسد. وبصراحة ماركس ما بيقولش إن الرأس مالي حرامي، هو بيقول إن ده هيكل النظام نفسه. وخلي بالك ماركس ما تمناش الانهيار للرأسمالية، بس قال إن الرأسمالية فيها متناقضات هتوديها للانهيار بنفسها. وده بالظبط اللي ما حصلش، لأن الرأسمالية اتعلمت من أخطائها وطورت نفسها وعملت نقابات وضرائب وخدمات حكومية. ونيجي بقى لجون ماينارد كينز العبقري البريطاني. سنة 1936: الكساد العظيم ونص أمريكا عاطل عن الشغل. الاقتصاديين قالوا زي سميث كده: خلي السوق يصحح نفسه. كينز بقى قال لا، لما يكون في بطالة جماعية السوق مش هيصحح نفسه، الحكومة لازم تتدخل، تتصرف بقى، تعمل أي حاجة، أشغال عامة، دعم، المهم إن الفلوس تتحرك. وقام قال جملة غريبة شوية كده: على المدى الطويل كلنا ميتين. وكان يقصد إن ما تستناش إن السوق يصلح نفسه لوحده، ده هياخد وقت طويل وكلنا هنموت قبل ما ده يحصل. بس كان في ناس عندهم رأي تاني، واحد زي فريدريش هايك وميلتون فريدمان قالوا أي تدخل حكومي غلط، السوق لازم يبقى حر. وعلى فكرة الخناقة دي لسه شغالة لحد النهاردة، والحقيقة إن معظم دول العالم بتطبق كينز في الأزمات وهايك في الأوقات العادية. دلوقتي بقى هنوصل للنظرية اللي غيرت الاقتصاد: المنفعة الحدية. يعني إيه المنفعة الحدية؟ ودي ناس كتير بتفهمها غلط، وخلينا أوضحها لك بمثال حقيقي. ليه الماس أغلى من المية مع إن المية أهم؟ آدم سميث نفسه كان محتار في السؤال ده. طبعا هتقولي علشان الماس نادر. مش بس كده، الفكرة ان اللي بيحدد السعر مش المنفعة الكلية للسلعة، لكن المنفعة الحدية، يعني المنفعة من اخر وحدة مستهلكة. يعني لو انت ماشي في الصحراء ممكن تدفع كل اللي معاك عشان تاخد كوباية مية واحدة، وده لان المنفعة الحدية للمية في الوقت ده عالية. لكن في الواقع العادي مع وجود المية الكوباية دي مش هتستفيد منها كتير. طب ازاي بقى الشركات بتستخدم الكلام ده؟ العروض: اشتري واحدة وخد التانية بنص الثمن. هو هنا بيخليك تفكر في المنفعة من الوحدة الإضافية مش من الوحدة الأساسية. وعشان يجي دانيال كانيمان وعموس تفريسكي ويغيروا الدنيا ويقولوا الاقتصاد الكلاسيكي ده فاكر ان الانسان عاقل بس الانسان مش عاقل. واشهر اكتشاف ليهم تجنب الخسارة، يعني قلم فقدان 100 جنيه اقوى من فرحة مكسب 100 جنيه. ودراسات بتقول ان الخسارة مؤلمة ضعف فرحة المكسب نفسيا. طب ازاي برضو الشركات بتستغل حاجة زي دي؟ عبارات زي دي اخر ساعة في العرض هنا بيخلوك تخاف تخسر فرصة الخصم. مش عشان عايز تشتري، هو بيقولك اشتري دلوقتي يا اما هتندم، بيضغط على خوفك من الندم.
ولو لاحظت معظم الإعلانات الحديثة بتلعب على مبدأ تجنب الخسارة. طب إيه الحل؟ أول خطوة تفهم إن دماغك بتكذب. تاني خطوة لما تشوف عرض لفترة محدودة استنى شوية، غالبا العرض ده هيتكرر ويمكن كمان بعرض أحسن منه. وهنا نوصل لنظرية الألعاب. أشهر لعبة معضلة السجينين. 2 مسجونين وكل واحد فيهم عنده خيارين، يا يعترف يا يسكت. لو الاتنين سكتوا كل واحد فيهم ياخد 6 شهور. طب لو واحد سكت والتاني اعترف، اللي اعترف هياخد براءة واللي سكت هياخد 10 سنين. طب لو الاتنين اعترفوا كل واحد فيهم هياخد 5 سنين. هنا تبص تلاقي ان الاختيار العقلاني لكل واحد منهم انه يعترف، بس لو الاتنين عملوا كده هتبقى اسوأ بكتير من ان لو الاتنين سكتوا. طب والحل ايه؟ في اللعبة اللي بتتكرر لما تقابل الشخص تاني لازم تتعامل معاه بمبدأ العين بالعين. يعني ايه؟ يعني ابدأ الاول بالتعاون وبعدين اعمل زي ما هو عمل. لو اتعاون معاك اتعاون معاه، طب لو خانك خونه، طب لو بعد ما خانك رجع وتعاون معاك تاني ارجع انت كمان وتعاون معاه. ونظرية الألعاب دي بتستخدم دلوقتي في كل حاجة، من صفقات البورصة للحروب التجارية بين الدول. طب كل النظريات دي بقى مين اللي صح؟ صراحة هم كلهم صح وكلهم غلط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم صح في حاجات وغلط في حاجات. ادم سميث كان صح في حتة المنافسة وغلط انه فاكر ان السوق هيصحح نفسه بنفسه. وماركس كان صح في حتة الاستغلال وغلط انه فاكر ان الرأسمالية هتقع. وكينز صح في الازمات، لكن التدخل الحكومي دايما ممكن يعمل مشاكل تانية. نظرية الألعاب صح بس مش كل الألعاب زي بعضها. والهامشية صح بس برضه مش دايما بتشتغل. يعني نثق في أنهي نظرية ونطبقها، ما تثقش في نظرية واحدة. الاقتصاد مش دين، الاقتصاد أداة، ومن شروط الأداة إنك تعرف إمتى تستخدمها وإمتى لأ.